مساء الخير للجميع. لجنة الانتخابات عكفت لجنة الانتخابات بعد تزكيتها على تهيئة الظروف الملائمة وتحضير كل الوسائل والإمكانيات لإجراء العملية الانتخابية وتمكين كل مؤتمر من تأدية واجبه الانتخابي والتصويت بكل حرية وشفافية وسهولة. عملية انتخاب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب انطلقت صباح اليوم، وفتحت المكاتب أبوابها لاستقبال المؤتمرين بداية من الساعة 10 صباحا، واستمر توافد المؤتمرين للتصويت إلى غاية 1 زوالا. لم تسجل خلال هذه العملية الانتخابية أي تجاوزات ولا عراقيل تحول دون تمكين المؤتمرين من ممارسة حقهم. عملية انتخاب منصب الأمين العام للجبهة الشعبية أسفرت عن النتائج التالية: عدد المسجلين 2097 مؤتمرا، عدد الأصوات المعبر عنها 1870، عدد الأوراق الصحيحة 1816، عدد الأوراق الملغاة 54 ورقة. وكما تعلمون ترشح لمنصب الآمن العام للجبهة الشعبية مرشحين هما الأخ إبراهيم غالي سيد المصطفى، الأخ البشير مصطفى السيد. وبعد انتهاء اللجنة من فرز الأصوات في جميع المكاتب وتجميع النتائج بشكل جماعي وبحضور كل أعضاء اللجنة، كانت النتائج كالتالي: تحصل الأخ إبراهيم غالي السيد المصطفى على 1253 صوتا. كل وطن اللي عنده بلاد يقعد فيه، قعدوا وشاعر قعدوا، اللي عنده بلاد يقعد فيه.